الله لا يوفقكم يا أصحاب الترند الظالم. اليوم يمني ينهي حياته في الطائف، والسبب يشهد الله إذا في سبب فهو سببكم أنتم أصحاب الترند اللي طلعتوا الحبل ترند عشان تجمعوا لكم كم لايك وكم عقاب ولا شوي متابعين على حساب أرواح الناس الآخرين. قلنا لكم في ناس يا جماعة الخير عقولها خفيف، في ناس عليها ضغوط يا جماعة الخير، ما يصير تروقون مثل هذه الأشياء. ولكن فهم لك ناس مغفلين، ناس ما عندهم علم، ناس جهلة أقسم بالله العظيم، مستعد علشان مقطعه يرتفع ولا عشان يكسب شوي متابعين ينهي لك حياة ناس عنده طبيعي. يا جماعة الخير اوعوا، الناس قد طلعت الفضاء وإحنا لازلنا بهالعقلية الخراء. استحوا على أنفسكم يا جماعة الخير، خلاص وقع الفاس بالرأس، الحين ما عاد ينفع مرة ثانية، لا عاد تروقون لمثل هذه الأشياء. الإنسان اللي يسوي بنفسه شيء ما حتى لا عاد تترحمون عليه، قسما بالله إنه الترحم عليه إن نزيد نشجع ناس ثانيين. قاتل نفسه في النار من الأخير، بلا عاطفة بلا كلام فاضي. وانتم يا جماعة الخير لا عاد تروقون لمثل هذه الأشياء. طلعتوا الترند حبل، وهذا يقول أنا بشتري لي حبل، وهذا يقول حبل، وهذا يقول حبل. في ناس عقولها خفيف، استحوا على أنفسكم، قسم بالله إنه شيء يقهر. اليوم يمني في الطائف أنهى حياته، والسبب هو أنتم الترندات. يدخل التيك توك يشوف مقاطع ومن ذا الكلام، ويدخل الفيسبوك روقوا ما ينفع الناس. بدل ما شابين هالحملة شبوا حملة للمغترب، سووا طريقة كيف تساعدون المغترب للشغل، سوون تطبيق أقل شيء ينفع المغترب المتعطل، تطبيق عمل. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه لا يوفق كل واحد، لا يوفقه اللي كان سبب في دهدهة يمني وأنهى حياته. لا يجي حد يقول لي كل واحد حر بحياته، لا يا حبيبي. العامل الرئيسي والترندات ذي لها عامل، لها ضغط نفسي. إنسان بعض الأحيان يكون قلبه ينفجر، تجي أنت بس تضغط على الزر ولا تجي أنت تولع الفتيل. انفعوا الناس، ما عندك أي محتوى اسكت، مو ضروري تجمع لك لايكات على حساب أرواح الناس. تحياتي.